ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما سمعتوا كده صوت القرمشة، النهاردة هقدم لكم الفطير المشلتت. ان شاء الله ينجح معاكي لو مبتدئة ولو محترفة في المطبخ. اكيد هتستفيدي من الطريقة بتاعتي، ان شاء الله اسهل والذ زي ما انتوا شايفين كده. بس تعالوا معانا نشوف الطريقة والمقادير، وما تنسوش اشتراك لو لسه ما اشتركتوش، ولايك. تعالوا كده نشوف مقاديره وطريقته مع بعض، يلا بينا. اول حاجه معايا كيلو من الدقيق، يعني تقريبا 6 كوبايات من الدقيق منخول. وبعد كده معايا كوبايه من الميه دوبت فيها معلقه من الملح ومعلقتين من السكر، وبعد كده قلبتهم مع بعض كويس قوي. الكيلو الدقيق تقريبا خد 3 كوبايات وربع من الميه. الميه طبعا بتبقى على حسب نوع الدقيق. بتزودي المية واحدة واحدة. وبعد كده لما لمت العجها، ومعايا هنا بعمل خلطة، خلطة التوريق، عبارة عن كوباية من القشطة، وكوباية من الزيت، معلقة من البيكنج باودر، معلقتين هرميين من النشا، وبقلبهم مع بعض مع معلقة من السكر. العجينة بعد ما ارتاحت جيت هنا قطعتها على 4 أجزاء، كور كده زي ما انتوا شايفين. هعمل من الكيلو الدقيق 4 فطاير. دهنت سطح العمل، الترابيزة أو الرخامة اللي هتفردي عليها، بمعلقة من الزيت، وفردت الفطيرة زي ما انتوا شايفين كده. اتفردت معايا بسرعة وبسهولة، ولميتها رول بعد ما دهنتها بخلطة التوريق اللي احنا عملناها، ولفتها بالشكل ده. ال4 فطاير عملتهم بنفس الطريقة، وشلتهم في التلاجة لمدة ساعتين أو في الفريزر لمدة ساعة. كل ما يجمد الفطير ويشد كده معايا بيبقى افضل طبعا، عشان لما اجي افرده تاني. طلعتها من التلاجة وفردتها زي ما انتوا شايفين كده، وحطيتها على الطاسة. انا هنا سويت الفطير بتاعي على الطاسة علشان الفرن بتاعي يعني ايه ناره مش عالية قوي. انتي لو حابة تسويه في الفرن عندك هيبقى حلو قوي. بس تسوية الطاسة طالعة جميلة زي ما انتوا شايفين. اللون ما شاء الله ذهبي. التوريقة بسم الله ما شاء الله حاجة جميلة جدا جدا. خلطة التوريق اللي انا عملتها دي يعني حصرية بتاعتي، بعد تجارب كتير اتوصلت ليها. حاجة محترمة قوي في الفطير، وبتنجز معايا كتير. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم بطريقتي. وما تنسونيش باشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش، ولايك. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. الى اللقاء.